المكان مدينة اوكلاهوما في الزمان 8 اكتوبر سنة 2009. في يوم في الظاهر ان هو عادي جدا، لكن في الحقيقة هو كانت بداية واحد من اكتر الالغاز اللي لسه بتطرد الناس يمكن لحد النهارده. عيلة صغيرة جدا اسمها عيلة الجاميسون. الاب اللي كان اسمه بوبي وده كان عنده 44 سنة، والام اللي اسمها شيرلين كان عندها تقريبا 40 سنة، وكان معاهم بنتهم الوحيدة كان اسمها مادي، كان عمرها تقريبا 6 سنين بس. عيلة في الظاهر ان هم شكلهم طبيعي، او يمكن ده اللي كان باين للناس من بره، لكن اللي جواهم كان اعمق واعقد من كده بكتير. كان اكتر من مجرد اسرة بتحاول ان هي تبدأ حياة جديدة. مثلا بوبي وشيرلين كانوا مش مرتاحين في بيتهم في مدينة ايفوالا، وكان عندهم مشاكل مالية وضغط نفسي كبير بسبب خلافات مع اهل بوبي، خصوصا مع والده اللي كان اسمه جاك جاميسون. واللي كانت المشاكل دي زي ما يقال كانت عامله زي النار تحت الرماد، لان جاك كان راجل متهم بتجاره المخدرات وعمل عنف، واتقال انه هدد ابنه قبل كده بالقتل، وبوبي كمان كان رافع عليه قضيه. والموضوع ما كانش مجرد شويه خناقات عائليه بسيطه وهتعدي، لا ده كان صراع مفتوح. وفي وسط كل ده العيلة الصغيرة دي قرروا ان هم يغيروا حياتهم، وانهم يشتروا قطعة ارض مساحتها حوالي 40 فدان في منطقة نائية قرب جبال اسمها ساند بوي، ودي كانت تبعد حوالي 48 كيلو متر عن بيتهم. وهم كانوا عاوزين يعيشوا وسط الطبيعة بعيد عن المدينة وضغوطاتها، وانهم يبنوا هناك بيت متنقل صغير زي كرفان كده، وانهم يبدأوا من جديد. علشان في الصبح يوم 8 اكتوبر العيلة تركب عربيتهم الشيفروليه البيك اب البيضاء، وكان معاهم كلبهم اللي اسمه مايزي، وكل حاجة كانت شكلها عادي. لكن اللي حصل بعد كده قلب حياتهم لنهاية مش مفهومة. اللي حصل يا صديقي ان بعد ايام قليلة الشرطة لقت العربية دي واقفة في مكان اسمه لاتيمر، كانت موجودة على جنب طريق ترابي مهجور. كأن العربية دي اتثبت مرة واحدة، والعربية كانت فيها كل حاجة. ده غير ان كان فيها شنطة فيها حوالي 32 ألف دولار كاش، وده كان مبلغ غريب جدا لعيلة مش غنية. هما جابوا الفلوس دي منين؟ ده غير الاكل والشرب والهدوم، وطبعا مش هننسى الكلب بتاعهم اللي كان بالمناسبة عايش في العربية دي وكان على وشك ان هو يموت من الجوع. طيب كل ده تمام، العيلة نفسها فين؟ للأسف يا صديقي ما كانش في أي أثر. وهنا الغموض كبر أكتر وأكتر، بالذات لما المحققين رجعوا يشوفوا تسجيلات كاميرات المراقبة في بيوتهم، والفيديو بتاع المراقبة أظهر إن العيلة وهي بتجهز العربية، بالتحديد لما المحققين رجعوا علشان يشوفوا تسجيلات كاميرات المراقبة من بيتهم القديم، واللي للأسف الفيديو أظهر العيلة وهي بتجهز العربية، لكن المشهد ما كانش عادي. اللي ظهر يا صديقي ان بوبي وشيرلين كانوا بيتحركوا ببطء مبالغ فيه شبه الآليين بالظبط، وكانوا بيبصوا لبعض من غير كلام كأنهم في حالة غريبة او تحت تأثير حاجة معينة. وكانوا بياخدوا حاجات من البيت وبيحطوها في العربية من غير اي نظام او استعجال، لحد ما في لقطة من الفيديو شيرلين بتحط شنطة بنية جوه العربية، والشنطة دي ما تلاقتش بعدين مع باقي الحاجات اللي موجودة في العربية. وده اللي خلى المحققين يشكوا ان اللي بيحصل ده مش مجرد رحلة عائلية، لا ده كان في حاجة اعمق من كده بكتير. والاغرب يا صديقي ان في الفترة اللي قبل اختفائهم العيلة كانت بتتكلم مع قس الكنيسة انهم كانوا بيشوفوا اشباح في البيت، وبوبي قال ان هو حاسس ان البيت مسكون، وشيرلين كانت بتكتب طلاسم غريبة على الحيطان، واتقال كمان ان هم كان معاهم نسخة من كتاب سحر، وانهم كانوا بيفكروا ان هم يجيبوا ظهيرة مخصوصة يضربوا بيها الارواح الشريرة دي. يعني اللي ظهر قدامنا هنا او اللي بيتهيأ قدامنا هنا مش مجرد رحلة علشان يشتروا حتة ارض، لا ده كان مجرد مزيج من مشاكل عائلية وضغوطات مالية وخوف روحي وهوس بالجن والسحر. يعني كده في 3 أسباب علشان لما نوصل لكل ده وتلاقي عربية متسابة في نص الجبل كده بالظبط، واللي جواها كل حاجة ما عدا أصحابها، تبدأ تحس إنك واقف على باب لغز أكبر بكتير من مجرد اختفاء. في حاجة غلط، إيه هي؟ ما أنتش عارف، علشان من اللحظة دي القضية دخلت مرحلة رعب حقيقي، والناس بدأت تسأل هي يا ترى العيلة دي اتخطفت ولا يمكن تكون انتحرت ولا حصل لهم حاجة غامضة محدش يقدر يفسرها. كل الأسئلة دي واللي جه بعد كده كان أكتر بكتير في الغموض والخوف، لأن لما الشرطة بدأت تبحث في الموضوع اكتشفوا إنه مش هيتحل بسهولة. بعد ما اتلقت العربية واقفة في نص طريق ترابي في المكان اللي أنا قلت لكم عليه في أول الحلقة، الدنيا اتشقلب. المكان يا صديقي كان كئيب، والجبال كانت محاوطة المكان، والأشجار كانت عالية ومقفلة، والهدوء عامل زي الصمت الجنائزي بالظبط.
اكنك في ميت قدامك وانت عامل جنازه، واي حد يعدي من هناك كان بيحس ان هو متراقب. الشرطه يا صديقي اول ما وصلت اتعاملت مع العربيه دي وكانها هي مسرح الجريمه. والاغرب من كل ده ان كل الحاجات المهمه موجوده، الفلوس والهويات والموبايلات وحتى الاكل والشرب، يعني حتى ما فيش محاولة سرقة وما فيش آثار صراع حصل. يعني كأن المشهد كأنه الناس دي نزلت من العربية ومشيوا في اتجاه الغابة وبعدين اختفى علشان الشرطة تبدأ في أول خطوات وإنها تجيب فرق البحث. وفعلا الشرطة جمعت متطوعين من السكان المحليين، بالإضافة إن هم استدعوا كلاب بوليسية مدربة، ده غير الطيارات الهليكوبتر اللي كانت بتمسح المنطقة من فوق، وكان في غواصين علشان يتأكدوا إن هم ما سقطوش في أي بركة أو نهر قريب. أكتر من 100 شخص يا صديقي شاركوا في عمليات البحث خلال أول أسبوع بس، لكن النتيجة ولا أثر. حتى العربية ما فيهاش أي علامة تدل إن هم مشوا لبعيد ولا مشوا من قريب، وكأن العيلة دي اتبخرت. وطبعا يا صديقي اللغز كبر أكتر لما طلع جهاز الGPS اللي كان في العربية، وهنا المحققين قالوا تمام احنا هنشوف إحداثيات العربية وقفت فين قبل ما تتساب هنا. الجهاز فعلا يا صديقي بين ان العربية وقفت في كذا نقطة، بس اهمهم المكان غريب جدا على بعد حوالي 4.5 كيلو متر من الموقع اللي كانت العربية دي موجودة فيه. الشرطة وقتها راحت هناك تدور، برضو ما كانش فيه حاجة، ولا خيمة ولا نار متولعة ولا حتى آثار نار ولا حتى بقايا ولا أي دليل يقول إن العيلة دي قضت وقت هناك. وهنا الكلام بدأ يكتر لدرجة إن في ناس قالت إن العيلة دي اتخطفت، وناس تانية قالت يمكن هم كانوا مخططين إن هم يسيبوا حياتهم ويختفوا بإرادتهم، لدرجة إن في ناس تالتة قالت إن ده أكيد ليه علاقة بالسحر أو طقوس كانوا بيعملوها. وهنا يا صديقي المحققين ركزوا على دايرة العلاقات الشخصية، لأن بوبي كان على خلاف كبير مع أبوه اللي اسمه جاك جيميسون، وجاك كان معروف في المدينة بأنه عنيف واتقال إنه كان داخل في تجارة المخدرات، وبوبي كان رفع قضية على أبوه علشان ياخد تعويض. والكلام وصل إن جاك كان بيهدد بوبي صراحة وفي وش إن هو هيقتله، فطبيعي إن الشبهة الأولى تكون راحت لأبوه. لكن لما اتحقق معاه ما لاقوش معاه أي دليل. الراجل كان فعلا عنده تاريخ سيء، بس يوم الحادثة تحديدا الراجل ما كانش في المنطقة ولا من قريب ولا من بعيد، وما كانش في أي شاهد بيربطه بمكان العربية. الراجل خرج من دائرة الشك رسميا. وأيام البحث يا صديقي قلبت شهور، والشرطة والناس العادية تعبوا جدا لأنهم كل يوم بينزلوا الجبال والوديان علشان يدوروا على أي حاجة جديدة، لكن للأسف كل ده من غير أي نتيجة. ده حتى الكلاب البوليسية ما قدرتش إنها تدور على أي أثر أو تشم أي ريحة تخص العيلة دي. ده كمان الغريب أكتر يا صديقي إن الإعلام وقتها ركز على نقطة الكلب مايز. الكلب كان لسه عايش بعد أيام طويلة جدا في العربية، بالإضافة إنه كان ضعيف وجعان جدا، لكن هو ما ماتش. والموضوع ده خلى الناس تقول إزاي العيلة دي تسيب كلبها اللي بتحبه بالشكل ده لوحده في العربية من غير أكل ولا شرب. طيب ولو هم كانوا مختطفين غصب عنهم، ليه الخاطف ما خدش الكلب معاه أو حتى ما سابش وراه أي أثر، أو حتى يا أخي ما خدش الفلوس والحاجة، علشان بعد أسابيع طويلة من البحث التحقيقات تدخل في طريق مسدود، والقضية اتحولت رسميا لواحدة من أكتر قضايا المفقودين غرابة في تاريخ أوكلاهوما. طيب الجو العام بقى أو الرأي العام كان وضعه إيه؟ للأسف يا صديقي الرأي العام كان مشحون جدا، لدرجة إن في ناس كانت بتزور مكان العربية دي وتقعد تتأمل في الغابة وحوالين الطريق وتقول إن هم حسوا بطاقة غريبة أو رهبة مش طبيعية، لدرجة إن في محققين اعترفوا بعدين إن هم كانوا حاسين إن القضية دي مش منطقية، وكأن الأرض نفسها اتشقت وبلعت العيلة دي. وللأسف كل ما الوقت يعدي الغموض بيزيد والناس بدأت تنسى، بس مش بالمعنى الحرفي لأ، لكن القضية بقت واحدة واحدة من الحكايات اللي بتتقال في القهوة وعلى البيوت. والأغرب من كده يا صديقي إن بعد شهور طويلة من البحث لسه برضه ما فيش أي جثة ولا أي دليل ولا حتى أي قطعة قماش من هدومهم. والسؤال اللي بقى موجود وبقوة، هل العيلة دي هترجع في يوم من الأيام ولا خلاص هم بقوا جزء من لعنة الجبل اللي محدش عارف يحلها؟ بعد ما خلاص القضية شبه اتقفلت يا صديقي والاختفاء خد مكانه في الصحف والميديا وبقت مادة دسمة جدا للجدل، عدى وقت طويل والملف اتحط في درج الإهمال. لكن سنة 2013 يعني بعد حوالي 4 سنين من الغموض بتاع الحادثة دي
الدنيا اتقلبت مرة واحدة، لأن كان في واحد من الناس اللي كانوا ماشيين في الغابة قريبة من المكان اللي اختفت فيه العيلة دي لاحظ حاجة غريبة. الراجل شاف عربية متسابة لوحدها وكانت متغطية بالتراب وشكلها كان مهجور من فترة بعيدة، وكانت عربية جيمسون اللي اتقال عليها إنها راحت معاهم يوم الرحلة الأخير. الشرطة وقتها اتنقلت بسرعة على المكان، وهناك بدأ الكابوس الحقيقي. والكابوس يا صديقي كان على بعد حوالي 3 ميل بعيد عن العربية دي. الشرطة تلاقي 3 هياكل عظمية بشرية مرمية وسط الغاب، والمكان كان مقطوع، وكأن الجثث دي يا صديقي اتخبت بعناية شديدة جدا علشان بعد الفحص يتأكدوا إن دي جثة بوبي وشيرلين وماديسون. وأخيرا الجثث ظهر، بس المأساة الأكبر يا صديقي إن الجثث كانت في حالة سيئة جدا، وكانت متحللة بدرجة تمنع الأطباء الشرعيين من تحديد سبب الوفاة بدقة، لأن ما كانش فيه أي جروح واضحة ولا علامات طعن ولا طلقات ولا رصاص، والكلام ده كان ممكن يأكد إن في حادثة أهل. وكل حاجة كانت محيرة وغامضة، كأن الطبيعة نفسها قررت تخلي موتهم سر محدش يقدر يحله. وكمان اللي زود الشكوك أكتر إنهم كانوا لابسين نفس الملابس اللي كانوا لابسينها يوم ما اختفوا، وكأن الزمن وقف عند اللحظة دي وما اتحركش. ده حتى إن شنطة ماديسون الصغيرة اتلاقت قريبة منها بس كانت فاضية، وكأن كل حاجة اتاخدت منهم أو اتعملت بعناية شديدة علشان تخفي أي دليل. والإعلام وقتها يا صديقي ما سابش القصة دي في حالها، لا، ده الصحف والمواقع بدأت تطلع عناوين من نوع هل دي جريمة طقوس غامضة أو طقوس سحرية، وفي عناوين تانية كانت من نوعية اللي هي العيلة اللي اختفت واتقتلت في الغابة، أو لغز جيمسون اللي هو موت بلا تفسير. العناوين اللي زي دي علشان تجبر المتابعين إن هم يكليكوا على العنوان ويشوفوه، لحد ما الشرطة تحاول إن هي تحسم الموضوع بشكل نهائي. لكن للأسف كل محاولة منهم كانت بتفشل، لأن تقرير الطب الشرعي طلع بكلمة واحدة بس غير محددة، يعني لا هو انتحار ولا قتل مؤكد ولا حتى موت طبيعي، ده مجرد فراغ اسود. اصل هما هيعرفوا ازاي من الهيكل العصبي؟ لحد ما الناس ابتدت تحس ان في حاجة اكبر بكتير من مجرد جريمة عادية، وده فتح الباب على مصراعيه للنظريات اللي اتولدت بعد كده، من تجارة مخدرات لطقوس سحرية لتجارة اعضاء لاختطاف من كائنات غامضة، لدرجة ان في ناس قالت هو اختطاف من كائنات فضائية او غير بشرية اصلا. ده كمان يا صديقي اللي يوجع القلوب اكتر بجد هو ان الجثث اترمت في الغابة كأنها مش مهمة او حاجة بلا قيمة، وكأن العيلة دي ما تستاهلش حتى انها تندفن بكرامة. وده خلى الرأي العام يتعاطف معاهم اكتر ويحس ان في قوة مظلمة كانت ورا موتهم، قوة متعمدة تمسح وجودهم وتسيب وراهم اي اثر من الغموض. ومن اللحظة دي يا صديقي قضية جيمسون بطلت تبقى مجرد اختفاء وبقت جريمة كاملة الأركان لكن من غير جاني. وده أسوأ نوع من الجرايم، إنك تعرف إن في جريمة حصلت بس عمرك ما هتعرف مين اللي عملها أو عملها ليه. بعد ما اتأكد إن الجثث اللي اتلاقوا في الغابة هم جثث عيلة جيمسون، القصة ما وقفتش لحد هنا، بالعكس هي وصلت لمرحلة الجنون الحقيقي. المجتمع المحلي يا صديقي والصحافة وحتى الإنترنت كل ده كان بيغلب نظريات ملهاش آخر. زي مثلا أول نظرية طلعت كانت مرتبطة بالمخدرات، لأن في ناس قالت إن بوبي وشيرلين كانوا داخلين في تجارة غير مشروعة، وإنهم يومها كانوا رايحين يقابلوا ناس في الجبل علشان صفقة مخدرات كبيرة. لكن الأمور قلبت بجريمة قتل، والدليل اللي هم استندوا عليه إن العربية كان فيها مبلغ كبير جدا من الفلوس، وكأنهم كانوا في نص صفقة أو متجهزين إن هم يشتروا حاجة. لكن المشكلة بقى إن الفلوس اتثبت في العربية من غير ما حد ياخدها، ودي حاجة مش منطقية في عالم الجريمة. بعدها طلعت نظرية مرعبة شوية، وهي الطقوس الشيطانية، إن شيرلين كانت بتتواصل مع واحد من جيرانها، واتقال إنها دخلت معاه في نقاشات عن السحر الأسود، وكان عندها كتابات ورسومات غريبة في بيتها، لدرجة إن في ناس أقسموا إن العيلة كانت حاسة بوجود أشباح في البيت بتاعهم، وإنهم كانوا بيتكلموا بجدية عن طرد الأرواح الشريرة. وهنا الناس ربطوا الموضوع موتهم وقالوا ممكن يكونوا ضحية جماعة سرية بتستخدم الطقوس دي علشان تقدم قرابين بشرية. وده ليه معنى عند البعض اللي بيؤمنوا بالنظريات ان في جماعة بتعمل كده. وفي نظرية تالتة بتقول، ودي ممكن نقول ان هي مش اقل جنونا عن اللي انا قلتها قبل كده، وهي انتحار جماعي. لان فيه اللي قال ان العيلة كانت بتمر بحالة اكتئاب شديد خصوصا بعد المشاكل المالية اللي كانوا بيعانوا منها، وانهم اختاروا انهم يمشوا مع بعض وينهوا حياتهم في عزلة. لكن الفكرة دي ما كانتش مقنعة، لأنهم اتلاقوا بعيد عن بعض بشوية حلوين وكأنهم ماتوا في ظروف غامضة
وده أعتقد مش قرار جماعي مترتب. والشرطة نفسها كانت بتتوه وسط النظريات دي، لأن ما كانش فيه أي دليل حاسم يمشي في اتجاه واحد. حتى الفيديو اللي اتسرب من كاميرات المراقبة عندهم في البيت زود الغموض أكتر، لأن الفيديو بيوري بوبي وشيرلين وهم بيشيلوا حاجات من البيت وبيحطوها في العربية، لكن تصرفاتهم كانت غريبة جدا، وكانوا بيتحركوا أكنهم زي الروبوتات، أو إنهم في حالة غيبوبة، أو إنهم بيتحركوا وهم مش واعيين، حاجة زي كده. غير إنهم كانوا بيتحركوا من غير أي كلام ومن غير أي تواصل، كأنهم ممسوسين بحاجة. والفيديو ده فسر على إنه دليل كأنهم كانوا تحت تأثير شيء غامض وعقاقير أو قوة مش طبيعية. وطبعا ما نقدرش ننسى النظرية اللي بتظهر في أي لغز كبير، وهم ضيوفنا وحبايبنا الكائنات الفضائية، لأن في منتديات الإنترنت آلاف التعليقات اتكلمت عن إن اختفاء العيلة دي والمدة الطويلة قبل ما جثثهم تظهر دليل على إنهم اتخطفوا من كائنات غريبة وبعدين اتسابوا تاني بعد ما خلصوا التجربة. وفي ناس تانية شايفة إن دي مجرد مبالغة، وناس تالتة شايفة إن ممكن الكلام ده يكون حقيقي، وإن العالم فيه أسرار أعظم من قدرتنا على الفهم. بس في وسط كل ده في نظرية أخيرة طلعت من قلب المجتمع، والنظرية دي بتقول إن اللي حصل كان بسبب شخص قريب جدا منه. وفي اللي اتهموا واحد من الجيران، وفي اللي قالوا إن مشاكل العيلة مع بعض أقاربهم وصلت لحد الكراهية، وإن ده ممكن يكون السبب. لكن كل ده مجرد كلام، لأن مفيش أدلة تدين أي حد. والمصيبة الأكبر يا صديقي إن كل نظرية من دول كانت بتخلي القصة أعمق وأرعب من كده بكتير، وكل ما حد يحاول يقفل الملف ده يلاقي نفسه قدام باب جديد مفتوح على مصراعيه. والنتيجة العيلة بقت أسطورة حضارية في أوكلاهوما، ومثال حي ومثال حقيقي لقصص اللعنة اللي بتسيب وراها ملايين الأسئلة ومن غير أي إجابة. وبس كده يا صديقي، ده كان اللي عندي النهارده. ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه لو الفيديو عجبك. ما تنساش تكلمنا على الانستجرام لو عندك اي ملاحظه على الفيديوهات او حابب نقول اي قصه جديده، وكل رابط هتلاقيه تحت في الديسكربشن او في اول كومنت. فبس كده، كان معكم امين اشرف، اشوفكم في الفيديو الجاي.